السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كل شيء موجود. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تحلية باردة بقمر الدين او المشماش للفطور او السحور. كتجي لذيذة بزاف وزوينة. وعلى بركة الله، كطبقة اولى غادي نحتاجو نص لتر حليب، وملعقة كبيرة كاسترد ممكن تعوضوها بالنشا، ملعقتين كبار سكر، ومغلف كريم كراميل اللي هو في المغرب فلون بنكهة الفاني. ونخلط كل المكونات مع بعضهم مزيان، ثم نحطهم على نار هادئة ونبقى نحرك الخليط حتى يغلي ويتقال. وردوا بالكم باش ما يتحرقش لينا. ثم نصب الخليط في كؤوس وندخله الثلاجة لغاية ما يبرد تماما. ونمر للطبقة الثانية اللي غادي نحتاجو فيها قمر الدين او مشماش يابس منقوع في ماء مغلي ليلة كاملة. غادي نحتاجو نصف لتر، و3 ملاعق كاسترد او نشا، وملعقة صغيرة فانيلا، و3 أو 4 ملاعق حسب الرغبة سكر. ونخلط كل المكونات جيدا. بالنسبة للبنات في المغرب، هذا هو شكل قمر الدين، كيكون على هذا الشكل. وكيف قلت لكم ممكن تعوضوه بالمشماش يابس، تقطعوا قطع وتحطوا عليه ماء مغلي ليلة كاملة. ثم نحط الخليط على النار لغاية ما يصبح ثقيل، ونصبه في كؤوس على الطبقة الثانية، ثم ندخله مرة ثانية إلى الثلاجة حتى يتماسك ويبرد تماما. هذا هو شكله، كيجي لذيذ وزوين، وممكن تزينوه بأي حاجة نتوما كتحبوها، مكسرات أو أي حاجة نتوما كتفضلوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتبارطاجوا الفيديو مع أصحابكم.